اهلا بك يا صاحبي في اوضتك. تخيل كده تصحى من النوم، تفتح الراديو وتسمع ان بلدك دخلت حرب عالميه. فجأة كل حاجة بتتغير، الشوارع والناس، ده حتى مستقبلك. دي مش قصة فيلم، دي كانت الحقيقة لملايين البشر سنة 1939. في اليوم ده العالم اتقسم نصين، نص بيحارب عشان يوزع نفوذه والنص التاني بيحارب عشان يعيش. بس خلينا نبدأ من الأول. ليه أصلا الحرب ديت بدأت؟ بعد الحرب العالمية الأولى ألمانيا كانت مكسورة، اقتصادها واقع والناس جعانة والبلد كلها كانت عايشة في ذل بسبب اتفاقية فرساي اللي فرضت عليها شروط قاسية جدا، أجبرت ألمانيا إنها تدفع تعويضات ضخمة، تتخلى عن الأراضي وتقلل جيشها للحد الأدنى. يعني ببساطة الشعب كامل فقد كرامته. وفي وسط الغضب والفقر واليأس ظهر واحد اسمه إدولف هتلر. الراجل ده كان مش بس سياسي، ده كان ممثل موهوب في الإقناع، عارف إزاي يولع حماس الناس ويفكرهم بمجد ألمانيا القديم. فضل يقول لهم إحنا اتظلمنا وهنرجع مجدنا تاني، وبدأ يبني جيش في السر ويعمل تحالفات ويخدع العالم بمعاهدات السلام. وفي سنة 1939 قرر يغزو بولندا، وهنا الدنيا ولعت. انجلترا وفرنسا اعلنوا الحرب على المانيا، ومن اللحظة ديت بدأت الحرب العالمية الثانية رسميا. لكن المرة دي كانت مختلفة، الأسلحة أقوى، الطيارات أسرع، والدعاية الحربية كانت بتشتغل ليل ونهار. كل بيت وكل شارع وكل مدينة بقت جزء من الحرب دي. أول سنتين ألمانيا كانت بتكسب في كل حتة، احتلت بولندا وفرنسا ونص اوروبا تقريبا، بل حتى وصلت لشمال افريقيا، وكان جيشها بيتحرك بسرعه رهيبه لدرجه انهم سموها حرب البرق او الحرب الخاطفه. الدبابات بتتقدم والطيران بيمهد والجنود كانوا بيمشوا وراها كانها ماكينه حرب ضخمه. بس كل ده اتغير لما قرر هتلر يغزو الاتحاد السوفيتي سنه 1941. ساعتها الشتاء الروسي كان قاتل، الجنود الالمان ماتوا من البرد اكتر من الرصاص، والامدادات ما كانتش بتوصل. في نفس الوقت اليابان حليفة ألمانيا دخلت الحرب بطريقة غدارة جدا، وفي يوم 7 ديسمبر سنة 41 ضربت بيرل هاربر القاعدة البحرية الأمريكية. كانت صدمة لأمريكا والعالم كله. في اليوم الثاني أمريكا أعلنت الحرب رسميا، وهنا الحرب اتقلبت، بقى فيه قوة جديدة على الساحة ومعاها موارد ضخمة وتقنيات متطورة. بدأت أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي يضغطوا على ألمانيا من كل الاتجاهات. الحرب ديت ما كانتش بس رصاصة وقنابل، دي كانت كمان حرب علم. العلماء اشتغلوا على اختراعات غيرت شكل العالم بعد كده، زي الرادار والصواريخ بعيدة المدى وحتى الكمبيوترات الأولى. وفي الخفا علماء أمريكا كانوا بيشتغلوا على مشروع اسمه مانهاتن، المشروع اللي صنع أول قنبلة ذرية في التاريخ. وفي نفس الوقت المدن الأوروبي كان متحول للإنقاذ، المدنيين عاشوا في ملاجئ، الأطفال اتشردوا والمجاعات انتشرت. الناس كانت بتخاف تسمع صوت طيارة في السماء لأنها ممكن في ثواني تمسح شارع كامل. وفي سنة 1944 قوات الحلفاء نزلوا على سواحل فرنسا في عملية اسمها نورماندي، وده كان أول هجوم ضخم على ألمانيا من الغرب. ومن بعدها الحرب بدأت تميل لصالح الحلفاء بوضوح. وفي إبريل سنة 45 القوات السوفيتية وصلت برلين، وهتلر بعدها بعد ما شاف كل اللي بناه بينهار انتحر في مخبأ تحت الأرض. بعدها بأسابيع ألمانيا استسلمت، لكن الحرب لسه ما خلصتش. اليابان كانت لسه بتحارب بشراسة لحد ما أمريكا قررت تستعمل السلاح الجديد المرعب. في أغسطس سنة 45 رمت قنبلة ذرية على هيروشيما، وبعدها بأيام على ناجازاكي. بالمناسبة أنا عامل حلقة عن قصة هيروشيما، لو حبيت تروح تتفرج عليها. مدينتين كاملتين اختفوا في لحظة، واليابان استسلمت بعدها فورا. 6 سنين من الرعب، أكتر من 70 مليون إنسان ماتوا، ومدن اتمسحت من على الخريطة، وحضارات انهارت. بس اللي بيوجع اكتر كل اللي حصل ده بسبب شهوة القوة. ناس كانت شايفة انها احق بالحياة من غيرها. الهولوكوست مثلا واحد من افظع الجرائم في التاريخ، قتل فيها ملايين من الابرياء لمجرد انهم مختلفين. وبعد الحرب العالم ما بقاش زي الاول، اتقسم ما بين قوتين عظمتين، امريكا والاتحاد السوفيتي. بدأت مرحلة جديدة اسمها الحرب الباردة، يعني الحرب خلصت رسميا، لكن التوتر والسباق ناحية التسلح ما خلصش ابدا. ومن الحرب ديت اتولد الامم المتحدة عشان تمنع الكارثة ديت من التكرار، واتقسمت المانيا واتغيرت خريطة العالم حرفيا. حتى العالم اتطور بشكل مرعب بسببها، من الطيارات النفاثة لصواريخ اللي طلعت منها الفكرة لغزو الفضاء بعد كده،
وفي النهاية الحرب العالمية التانية علمتنا درس غالي جدا، ان الحرب عمرها ما بتخلق منتصر حقيقي، كل الاطراف بتخسر ارواح، حضارات وانسانية، لان اي حرب كبيرة بتبدأ بكلمة وبفكرة غلط وبفكرة صغيرة ممكن تولع كوكب كامل. ما تنساش اللايك والشير. سلام.